الفيديوهات النفسية مهمة جدا وفي نفس الوقت ممكن تبقى خطر جدا، لأن في عصر السوشيال ميديا دلوقتي كل الناس بتطلع تتكلم، تقول نعمل ايه في العلاقات، نعمل ايه في حياتنا، أو ناس بتنصحنا نعمل ايه في شغلنا. انت تقدر، العلاقة المسيئة اقطعها. الكلام الكتير ده ممكن يبقى خطر جدا. أول حاجة لأن مش كل الناس اللي بتتكلم بتبقى متخصصة. تاني حاجة لأن الحالات الإنسانية هي حالات فردية جدا، يعني مفيش بني آدم زي التاني. تالت حاجة انه لو انا سمعت الكلام ده وطبقته من غير ما انا افلتره واشوف ايه اللي يناسبني او ما يناسبنيش، ممكن اتأذي. من الحاجات برضو المؤذية في الفيديوهات التوعوية انه الشخص ممكن يشخص نفسه او يشخص ناس مهمة عنده. دلوقتي بنسمع عن النرجسية، كل الناس دلوقتي بقت نرجسيين او عندهم اضطراب شخصية حدية او توكسيك. طب اعمل ايه علشان افلتر التوعية دي؟ انا محتاج اشوف مين اللي بيتكلم ده وهدفه ايه من كلامه، ومهما كان هو مين انا محتاج اتعلم اخد الكلام ده جوايا وافلتره، بشوف ايه المناسب ليا وايه اللي مش مناسب. لو الموضوع كبير وصعب انا محتاج مساعدة متخصصة، مش مجرد كليك على السوشيال ميديا.